السلام عليكم واحلى تحية حب لاحلى متابعين. النهارده ان شاء الله نعمل احلى بسكوت جميل جدا بدون بيض ولا زبدة وحاجات بسيطة جدا، وهيطلع معاكم حلو جدا جنب كوباية شاي كده، ولا خطير جدا، او في اللانش بوكس بتاع الاطفال. احلى ما بيشتروا اي حاجة من بره، والله جميل جدا بدون بيض وبدون زبدة. حاجة يعني حلوة قوي ما شاء الله، وجميل جدا وطعمه خطير ببرتقانية واحدة يا جماعة. يعني مش صعب عمايله خالص، وشوية دقيق، كوباية دقيق، حاجات بسيطة يعني، مش صعبة ولا في آه، مقادير صعبة ولا حاجة. يعني البرتقانية عصرناها وخدنا البشر بتاعها، بشر القشر بتاعها غسلناها وبشرناها، وبعد كده عصرناها وخدنا كوباية حليب او فنجان حليب او علبة زبادي اللي متوفر عندكم، اي حاجة من الاتنين هنضيفها، او حليب رايب، وبنحطها كده نضيفها على البرتقال بتاعنا. تمام. وبنضيف عليها مكون طبعا السكر، او ممكن يكون عسل، ممكن تضيفوا عسل اسمر، مفيش اي مشكلة. 5 معالق من السكر، وبدون بيض. الحلاوة والجمال اللي انتوا شفتوه ده، هندوبهم كويس جدا السكر مع الحليب والبرتقال، كويس قوي، لازم يدوبوا كويس جدا. خلاص الحليب مع البرتقال مع السكر يدوبوا، ممكن تضربيهم في الخلاط مفيش اي مشكلة. بس كان في وش في قلب الحليب بس كده لازم ندوبه، هو كده كده هيدوب اصلا في العجين. تمام. هعمل ايه؟ جبت طبق اكبر شوية، حطيت فيه بشر البرتقال، وضفت عليه العصير والحليب والسكر عليها، او تضيفوا الدقيق الاول، مفيش اي مشكلة، اي حاجة من الاتنين. بس هننزل انا بقى بالسوائل عشان انزل ايه شوية شوية بالدقيق. خلاص، بسم الله كده، ونصلي على الرسول كده بالشبشب، ورشة من الملح على الدقيق بتاعنا. ولو عايزين تضيفوا معلقتين من الزيت مفيش اي مشكلة، مش حابين انا ما حطيتش عليه زيت خالص صراحة. تمام. هنا ضفت عليه بس معلقتين من المكسرات، لو حابين تضيفوها ضيفوها. آه طحنوها جامد جدا. وكمان معايا معلقة من البيكنج باودر صغيرة. خلاص، المكسرات دي ممكن تكون لوز، ممكن تكون سوداني، ممكن تكون بندق، ممكن اي حاجة مش متوفرة مفيش اي مشكلة بدون اي حاجة. هنزل بدقيق كده ادوبه معايا شوية 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 شوية، لما تبقى معايا عجينة لينة ومحترم. ممكن تعمليها بالعجان مفيش اي مشكلة، بس هي مش مستاهلة يعني. بضيف عليها يعني 250 جرام من الدقيق، او 300 جرام حسب السوائل اللي عندي. وممكن اسيب لكم المقادير في صندوق الوصف لو حابين تشوفوها او تكتبوها. بضيف شوية شوية دقيق برضو لما الكمية بتاعتي بتخلص وتبقى معايا عجينة يا جماعة كده.
بنعجنها شويه كده. بحب العب بالعجينه شويه، فبسيبها تستريح. لو حابين تسيبوها تستريح 10 دقايق ولا حاجه عشان تعرفوا تشتغلوا بيها، ريحوها 10 دقايق، ونرش رشه من الدقيق عشان نشتغل بيها على الرخام بتاعتنا نضيفه كده، ونفردها بالنشابه، وهتبقى التخن بتاع البسكوت اللي انت عايزاه. وممكن تعمليه تخين رفيع براحتك خالص، انت عايزه ايه. كل ما تكون رفيع طبعا بيبقى احلى، طعمه جميل. محتاج كوبايه حليب بشاي، او الشاي ده معاه حلو جدا وخطير. اللي بيحب البسكوت الكريسبي او الجميل ده، هو ده طعمه خطير، بالبرتقال خطير، ولا في زفارة ولا في اي حاجة. فردوها وبدون قطعات ولا حاجات، هنوريكم تقطعوها ازاي بكل سهولة بالفنجان الصغير ده. ممكن تعمليها كبيرة صغيرة براحتك. ندهن نحط كده بس على الفنجان شوية دقيق، نغطسه في الدقيق كده وبعدين نقطع. بتاعتنا اللي احنا عايزينها، ناخد كده العجينة دي نلمها تاني ونسيبها تستريح، ونفردها تاني بالشكل اللي احنا عملناه. خلاص ما نلمهاش طبعا. هنجيب الصينية بتاعتنا ونحط فيها اللي احنا عملناه، ونعمل العجينة بتاعتنا التانية، ونجيب ممكن نحطه على ورق زبدة لو حابين. انا هجيب دلوقتي صاج تاني ونحطها فيه ورق زبدة. انا دهنة ديت حاجة بسيطة جدا من الزيت، ودي حطيتها عليها. لو حابين تعملوا على ورق الزبدة برضو مفيش اي مشكلة. خلاص بالشكل ده، ونضيفه في قلب ممكن نحطه في قلب الفرن بقى، بيقعد معانا 12 دقيقة 15 دقيقة، من 12 دقيقة ل 15 دقيقة، وعلى نار متوسطة في الرف الوسطاني. قبل ما ندخله الفرن بنعمله ايه بقى بالشوكة كده، شكل يعني منظر لو حابين. تمام. عايزين تحطوه في كاكاو، وبعد كده تحطوه عليها شكل برضو منظر، مفيش اي مشكلة. وبعد كده هتدخلوا الفرن على طول على درجة حرارة 160، وبيفضل معانا من 12 لربع ساعة، ويعني ياخد لون كده بالشكل ده، ويطلع معانا خطير جدا، وريحته حلوة، وريحة البرتقال مفهوش زفارة. بصوا اللون بتاعه كده، طلعيه على طول، حاجة جميلة قوي وخطير جدا. بص الجمال، سخنة مش عارفة اقطعها، بس عايزة اقطعها لكم واوريها لكم، بس هي سخنة جدا. بصوا بقى الجمال، حلاوة، قمر قمر كده، وريحته جميلة فايحة ومخليه البيت كله برتقال. يا رب تجربوه وتعملوه جنب كوباية شاي تاكلوه، وقدموا بقى بالشكل اللي انتوا حابينه. سيبوه يبرد وتاكلوه بألف هنا وشفا على قلوبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الطريقة تعملوها وتقولولي في التعليقات، يا رب يعجبكم. متنسوش بقى اللايك يا جماعة والشير والاشتراك في القناة اللي عجبكم بإذن الرحمن. واستودعكم الله، والسلام عليكم. باي باي.